اتجوزت 4 مرات، يمكن أنت ما تعرفش منهم غير جوازة صلاح ذو الفقار الممثل. إيه ده، أنت كمان ما تعرفش إنها اتجوزت صلاح ذو الفقار؟ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. وكمان زهرة العلا اتفسخت خطوبتها بسبب إنها قصت شعرها. كان شعرها طويل جدا زمان. واضح كده إن أنت ما تعرفش حاجة عن زهرة العلا. زهرة العلا محمد بكير رسمي اتولدت 10 يونيو 1934 في اسكندرية. الدراسة بتاعتها دبلوم معهد الفنون المسرحية. هي من العيلة أصلا بتاعتها كانت في المحلة الكبرى قبل ما تيجي اسكندرية، وبعد ما اتنقل وراحوا للقاهرة وبقى درست على إيد مين؟ يوسف وهبي، واشتغلت في المسرح بتاعه كمان. وبعد كده اتجهت للسينما وقدمت أعمال فنية كتيرة جدا. بداية شغلها خالص كانت سنة 1951. شاركت بطولة فيلمين: خدعني أبي وفيلم أنا بنت ناس. كان وقتها عندها 17 سنة تقريبا يعني. بدأت تنطلق هي بقى في السينما وعملت أفلام كتيرة جدا. بعدها حبت تكون أسرة، اتجوزت زهرة العلا بقى أول جوازتين كده من قرايبها في العيلة، وانتهى الطلاق بشكل سريع جدا بسبب شغلها في الفن. كله ما كانش حابب أوي فكرة إنها تشتغل في الفن وتعارض الفن مع ال- الأمور بقى الأسرية والكلام ده، فبالتالي ما كملتش. الجوازة التالتة كانت مشهورة جدا، وهي من الممثل صلاح ذو الفقار. أيوه، هما الاتنين اتجوزوا. قبل جوازة صلاح ذو الفقار كانت اتجوزت من أحد الضباط اللي كان متجوز قبل كده وعنده بنات كمان. ولما كانوا عايشين بقى مع بعض وكده حصل خلاف بينها وبين أحد بنات زوجها، طبعا بناته من زوجة تانية يعني. فخدت هدومها وأغراضها كلها من البيت وسابت بيته ومشيت عشان مش عايزة تعمل مشاكل يعني. فحصل انفصال. وقتها بقى حصل ارتباط بين صلاح ذو الفقار وزهرة العلا. بسبب ايه؟ اول تعامل ليهم خالص كان في جميل ابو حريد. الفيلم بتاع جميل ابو حريد سنة 1958. وشاركوا قبلها فيلم رد قلبي، مثلوا فيه هما الاثنين. وبعد كده راحوا متجوزين. الجوازة ما استمرتش كتير، اخدت سنة بالظبط. وحصل الانفصال بسبب ان زهرة العلا كانت بتغير جدا على صلاح ذو الفقار اللي كان ليه معجبات كتير جدا. الجوازة الرابعة بقى لزهرة العلا دي استمرت 45 سنة. كانت من المخرج الكبير حسن الصيفي، وخلفوا هما الاثنين بنتين. زهرة العلا بالمناسبة من الممثلات يعني اللي ليهم 6 أفلام في قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما، فعملت أفلام كتيرة جدا. ده على المستوى الفني. على المستوى العائلي كمان هي تعتبر خالة الممثل أحمد سعيد عبد الغني، لأنها أختها هي والدة أحمد سعيد عبد الغني وزوجة سعيد عبد الغني الممثل الراحل. أما بنتها منال الصيفي، بنت زهرة العلا، منال الصيفي، ودي مخرجة وكانت متجوزة من الراحل أشرف مصلحي اللي توفى طبعا عن قريب. وهي درست الإخراج بالمناسبة منال الصيفي في معهد العالي للفنون المسرحية، قسم إخراج سنة 1993. الأفلام بقى اللي اشتركت فيهم هي واللي دخلوا ضمن أهم 100 فيلم: أيامنا الحلوة سنة 55، رد قلبي سنة 57، جميلة سنة 58، دعاء كران 59، في بيتنا رجل 61، سواق أتوبيس 83. ودي الافلام اللي اشتركت في احسن 100 فيلم في تاريخ السينما. وبعد رحله عمل كبيره جدا وافلام جميله، طبعا زهره العلا خلفت من حسن الصيفي، منال الصيفي، وعمرو الصيفي. وقبل الجواز بقى بتاع زهره العلا عندنا واقعة خطوبه. كان والدها وصاحبه متفقين وهم صغيرين بقى ان احنا هنجوز العيال لبعض. عارفين الحكايه دي كانت بتحصل زمان كتير قوي. يعني الراجل يبقى عنده ابن وصديقه يبقى عنده بنت ويقول له ايه، هنجوز بقى العيال لبعض دول لما يكبروا. كانوا بيتفقوا على كده والكلام ده كان بيتنفذ فعلا لما يكبروا. ودي كانت حاجه منتشره. زهره العلا كانت متضايقه جدا من الطريقه دي، لكن لما الواد ده اللي كبر لقيته بقى وسيم جدا وكده، فكانت موافقه. اتقدم لها بالفعل الخطوبه ووافقت، اللي هو ابن صاحب ابوها. واكبر حاجه كانت بتقلق منها خالص من الموضوع ده ان هو يرفض انها تكمل دراستها في معهد السينما في التمثيل يعني. لكن اتفاجئت هي ان هو خلاها تكمل دراستها عادي، بل انه كمان قرر تأجيل الجواز لحد ما تتخرج من المعهد. ودي حاجة جميلة جدا.
واثناء بقى الخطوبه ولسه مفيش جواز ولا اي حاجه خالص، كانت وقتها جالها دور وهي لسه في المعهد مع مخرج، والمخرج ده طبعا قال لها لازم تقصي شعرك. هي بالمناسبه ظهرت العلا طول عمرها شعرها قصير زي ما انت بتشوفه كده، لا دي كان شعرها زمان كان طويل جدا بقى قبل ما تخش الفن، شعر طويل جدا وكان اكتر حاجه مميزه فيها. وزمان كانوا بيحبوا دايما الشعر الطويل ده في الستات، كان يعني حاجه مهمه جدا، وهي اكتر حاجه كانت عاجبه خطيبها اصلا من الاول. فالمخرج صمم ان هي تحلق شعرها، فقالت له لا انا مش هحلق وممكن اعمل دوره كده عادي. فالمخرج قال لها لا ما ينفعش تكملي الدور من غير قص شعر. كانت فرصه كبيره قوي لزهره العلا وقتها انها تعمل الدور ده. وقال لها ان قصه الفيلم بتدور في اعقاب الحرب العالميه الثانيه، وكانت الموضه المنتشره بين النساء والفتيات قص الشعر. سمعت الكلام في الاخر زهره العلا واستجابت لرغبه المخرج وسلمت راسها للكوافير عشان يقص شعرها. وقص شعرها فعلا، وزعلت جدا زهرة العلا على شعرها لأنها كانت بتعتز بشعرها وجماله وطوله، كانت بتحبه جدا، كان مميز فيها. وكانت وهي راجعة البيت بشعرها القصير ده تتفاجئ مين قاعد في البيت؟ خطيبها. وخطيبها بيبص كده واتصدم إن شعرها اللي كان هو معجب بيه أصلا بقى شبه شعره هو، نفس القصر بتاع شعره. فلقى المنظر مش حلو خالص. هنا بقى هي إيه، حاولت تخفف وتلطف الموضوع شوية عليه لأنها صدمة كبيرة فعلا، وهي صدمة زعلتها هي نفسها. لكن هو بقى يتنرفز وقام من مكانه وقال لها إيه ده؟ إيه اللي حصل ده؟ فيطلع عشان التمثيل وعشان المشهد. قال لها لو ما كانش شعرك يرجع زي ما كان حالا حالا، طبعا ده موضوع تعجيزي أوي، إزاي هيطلع مرة واحدة دلوقتي؟ ما كانش شعرك يرجع دلوقتي حالا زي ما كان، الخطوبة دي تبقى مفسوخة. واندفع ناحية الباب وخرج، ولم يعد طبعا لحد النهارده. مشي طبعا بسبب شكل شعرها، مفاجأة جدا وصدمة بالنسبة له، وما خدتش رأيه حتى ولا مهدت له، دخلت بشعرها كده على طول. مع ان الشعر القصير ده بيبقى جميل برضه، يعني فاتن حمامة كان شعرها قصير، زهرة العلا ما كناش حاسين ان هي فيها حاجة ناقصة. في ناس كتير شعرها كده، سعاد حسني مش دايما كانت بتطلع بشعرها الكبير، واجمد ادوار عملتها كانت بتسريحات شعرها مش كبير. ماجدة نفس الكلام برضه، كان شعرها مش كبير. ولكن هي المشكله كلها الدماغ بقى، خطيبها كان حابب كده، ولا المشكله دي حصلت واتفسخت خطوبتها فعلا بسبب شعرها. اعتزلت زهرة العلا لما جات لها إصابة جلطة، قررت بعدها إنها تقعد في البيت. في عيد الأم بقى اللي هو 21 مارس 2010 ما تمكنتش زهرة العلا من حضور حفل تكريمها كفنانة وأم في فعاليات أقامها المركز الكاثوليكي تحت عنوان يوم العطاء. طبعا هي اسمها زهرة العلا محمد بكير يعني مسلمة، فبالتالي طبعا المركز الكاثوليكي بيكرم كل الفنانين. وظلت بقى هي في البقاء في البيت وقتها، وبسبب مرضها ما عرفتش تروح التكريم بتاعها. فراحوا باعتين لها حد جوه بيتها عشان يكرمها. دي كانت لفتة جميلة جدا، وسلمها الدرع بطرس، الأب بطرس دانيال، في لفتة إنسانية جميلة جدا. عانت في الأيام الأخرانية من الشلل حتى توفت مساء الأربعاء 18 ديسمبر 2013. دي كانت حلقتنا النهارده عن زهرة العلا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، ودوس على الهاشتاج الخاص بسيرة فنان أو فنان منسي، هيجيب لك كل حلقات الفنانين المنسيين والسيرة الذاتية اللي عملناها. وانتظرنا في الحلقات الجاية.